ما تزيديش تخلي ولادك يشريو الكاشير تاع برا، وحضريه لهم وحدك في الدار بطريقه سهله وبسيطه وحيخرج لك رائع وخير من تاع برا. وصح مذاقو يجي بزاف بنين بهذه الطريقه، جربوه وخير من تاع الدجاج اللي شاركته معكم المره اللي فاتت. فوتوا المقادير. نسحقوا كميه تاع اللحم، والله الفيونداشي اخدموه بالفيونداشي ثاني يجي هايل، والله ثاني تقدروا ديروه بالدجاج. وراني ديجا شاركت معكم الوصفه تاع الكاشير بالدجاج ويجي بزاف بنين. ونحكموا نرحيو هذاك اللحم مليح حتى يولي ناعم بالشكل راكم تشوفوا فيه، لازم ترحيوه مليح. هنا بدلت الروبو لانه بان لي هذاك صغير ودرتو فيه هذا. ونحكموا نديروا البيض. درت 3 حبات تاع البيض، وزدت 3 مغارف كبار تاع سميد رطب، وزدت 3 حبات تاع الفرماج. وندير توابل. درت مغرفه تاع الملح، ومغرفه تاع الفلفل الاحمر، مغرفه تاع الثوم، ديروا حب ولا بودر، ومغرفه كمون. ديروا كيما درت انا، راه جا ماهو مسوس ماهو مالح، جا مليح. زدت فنجال تاع الزيت ونحكم نرحيه مليح حتى يمتزجوا المكونات. شوفوا هنا بعد ما رحيته جيت ندير الملون الاحمر باش نتحصل على اللون الاحمر هذاك. وفي لافا راح هذا الملون ما فهمتش علاه ما خرجش في الكاشير، ما جاش احمر. هنا راه يبان احمر بصح من بعد كي طاب راحت هاد لا كولور. هنا شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، قوام نوعا ما كريمي. دوكا نجيو نديرو زيتون ولا كيما تحبوا، ديروا الكحل الاخضر، ديروا المخللات هذوك، الفلفل. هنا درت زيتون اخضر حار. ومن بعد نجي نشكلو. كاينه واحده من قبل قالت لي ديريه في الساشي تاع السباغيتي، وسمحي لي الطريقه فاشله ما عجبتنيش خلاص وتحلت في الطياب وتعيي. يعني المره اللي فاتت درتو في البابي فيلم ودرت له الالومنيوم ساهل ماهل ما تعبنيش كي من هكذا. وكيما راكم تشوفوا تقطعت لي الساشي. سكرتها مليح ونجيو نفوروها. لازم تسكروها في الجوانب ونحطوها تفور لمدة 45 دقيقة. أنا هنا ما حبتش تدخل لي في الكسكاسة واللي تقلبتها باش يعني تكفيني. كما قلت لكم نخليوها تفور مدة 45 دقيقة ونحيوها من الكسكاسة هذيك وديروها في الفريجيدير تبرد. يعني خليوها قد ما خليتوها تبرد باش راح يبان الذوق تاعو. انا يعني خليتها نهار كامل في الفريجيدير، درتها العشيه خلاص غدوه باش جبتها. وهنا كيما راكم تشوفوا قطعتها وجا بزاف بنين، جا ذوقو كيما تاع برا باللحم، يعني جا بزاف هايل خير من تاع الدجاج. ومذاقو ما شاء الله، جربوه ماكمش حتندموا عليه لانه صح رائع. واذا حبيتوه حار ديروا له هريسه ولا ديروا هذاك الفلفل المرقد الحار ثاني يجي هايل. وكاينه وحده في الفيديو اللي فات قالت لي انا نشتيه يجي ناشف ما يجيش هذاك الطري. هذا راه يجي ناشف ويجي كيما تاع برا تماما لانه مخدوم باللحم. جربي بهذه الطريقه ما كيش حتى ندمي، والله ديريه بالكفته. ان شاء الله تكون هذا الوصفه عجبتكم. خليوا لي رايكم في التعليقات راني نقرا لي كومونتير كامل. وبسلامه الى فيديو قادم.